السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا ومغذية. النهاردة معانا البنجر، هتسموها بقى سلطة، هتسموها بديل المخلل، هتسموها، بس هي مفيدة جدا 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 لأولادكم والكبار والصغيرين. معانا البنجر ده أنا غسلته كويس قوي وقشرته، شلت القشرة بتاعته وهخرطه صغير كده زي ما شايفين، يعني تعملوها صوابع زي صوابع البطاطس و تتقطع حتت صغيرة. البنجر طبعا كلنا عارفين مفيد قد ايه، وللأسف ان اغلبية ولادنا ما بيرضوش ياكلوه. فاحنا هنعمله بطريقة جميلة جدا كده، فهياكلوه كتسالي او كحاجة وسط الاكل كده، هتعجبهم ان شاء الله. احط حبة مية على النار، بس المية مش هكترها عشان اخليها يعني ما صفيش منها ولا اي حاجة، هي اللي هتبقى فيه في الاخر. هنحطه على النار كده يغلي. شايفين بقى عامل ازاي واستوى وبقى جميل، بس مش اللي هي مهري، يعني مش استوى ان هو بقى مهري، لا بقى حلو كده. تحس ان هو بيقرمش كده في البق لما تيجي تاكليه. كده خلاص. انا بس عشان حطيته في التلاجة، بص لونه غمق شوية، ولكن فايدته فيه زي ما هو. انا حطيته يعني برد، وبعدين حطيته في التلاجة وصورت بعدها بشوية. لا انت اشتغليه عادي على طول في ساعتها، ما فيش مشكلة. عايزة مش فاضية يعني او كده، حطيه حبة شيليه في التلاجة براحتك يعني. المهم ان احنا دلوقتي طلعته وحطيت عليه، حطي معلقتين او 3 خل، وحطي 3 معالق زيت زيتون عليه. ولو ما فيش زيت زيتون عادي، ممكن تحطي معلقة زيت عادية، عشان بس تحافظوا كده في التلاجة. حطيه في بطرمان، حطيه في التلاجة وطلعي واستخدمي منه. جميل جدا جدا وطعمه ما شاء الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وصفة مغذية ومفيدة وسهلة وسريعة. شكرا ليكم ولمتابعتكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش فضل الله ليس أمرا الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش اللايك. ما تنسوش دايما ندعي يا رب يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح حال الأمة الإسلامية جميعا. وشكرا والسلام عليكم.